مصر بتحذر وبتتدخل بنفسها لوقف الهجوم الإسرائيلي في لبنان، وترامب المجنون بيتحدى إيران تاني وبيؤمر الجيش الأمريكي يعبر مضيق هرمز بدون استئذان إيران. ووزير الدفاع الباكستاني بيوصف إسرائيل بأنها احتلال وإنها سرطان خبيث منتشر في المنطقة ويجب التخلص منها. خليك معانا علشان تعرف بنفسك كل حاجة. أول حاجة معانا هي إن وزير الخارجية المصري قال إن الاعتداء الإسرائيلي همجي ويجب وقفه فوراً، وبنطالب إن أمن الدول العربية كلها يكون في المفاوضات الإيرانية الأمريكية الجارية في باكستان دلوقتي، لأن اللي بيحصل في لبنان حتى الآن ما يرضيش حد. مئات المواطنين بيستشهدوا كل يوم، وإسرائيل صرحت بنفسها إنها عايزة تحول لبنان لجزء من أراضيها بعد ما تحولها لغزة كمان. متخيل يا مؤمن كم الغل والكره والشر اللي في نفوس الإسرائيليين؟ فاكرينها عزبة وواخدين فيها زي ما يحبوا لحد لما يحققوا حلمهم بإنشاء إسرائيل الكبرى، بس ده في بعدهم إن شاء الله. أولاً مصر ربنا حميها ومذكورة في القرآن، والحمد لله عندنا جيش مأمن حدودها كويس ومخلي ليها اعتبار لأي حد يفكر بس إنه يتكلم عننا. يعني هنفضل دايماً بإذن الله الشوكة اللي في ظهرهم وواقفة قصاد حلمهم لحد لما يتزاحوا قريب ويرجعوا أوروبا تاني. قولوا أمين. وأما دلوقتي بقى يا مؤمن، ترامب بيتهور تاني وبيهدد المفاوضات الجارية، وخلى سفن أمريكية تعدي المضيق من غير ما ينسق مع إيران، وده كان بند من بنود إيران في المفاوضات. أولاً فرض رسوم على العبور، وثانياً إن يتم التنسيق دايماً بين إيران وأي سفينة تعدي خلال المضيق. بس طلع ترامب وقال يا جماعة أنا بعمل كده خدمة لبريطانيا وفرنسا والصين وللعالم كله علشان أشلكم الألغام بقى، ده جزائي. وطبعا ده تصعيد في حد ذاته، فخلينا نشوف دماغه هتوديه لفين تاني. وأما أخيرا والفجأة إن وزير الدفاع الباكستاني واللي المفاوضات الأمريكية الإيرانية بتقام على أرضه طلع وشن هجوم عنيف على الكيان المحتل، وفضل يشتم فيهم ويوصفهم بأنهم كابوس وسرطان أسود على المنطقة كلها، وبتقع الدول في بعضها علشان تكون هي أقوى واحدة وتسيطر على الباقي كمان بطموحاتها التوسعية الخبيثة. فإن شاء الله حلمهم ده يتهد على دماغهم ونشوفهم بيهربوا من إسرائيل زي الفئران. قولوا أمين.